دفاع الخرطوم الوطني، واستطاع الإسماعيلي أنه يصل لمرمى الخرطوم الوطني من في آخر دقائق المباراة. هدف المحترف أنطون. غير ده كان في أكثر من هجمة عن طريق أحمد علي على الجانب الأيسر للإسماعيلي، الجانب الأيمن، في لحظة تقدم محمد مرسال استفاد منها وعمل عدة هجمات. دي الفرصة اللي قال صلاح الأمير كان ممكن يتعامل معها بصورة أفضل ويحرز منها هدف. الإسماعيلي يعني تعامل يعني بخبرة كبيرة جدا، ووضع في حسبانه الظروف بتاعة المباراة، إنه هو فريق يعني بعيد عن المشاركات الرسمية، يعتمد على المباريات الإعدادية الودية. أيضا يعني أخذ في حسبانه إنه يلعب في ملعب أرضية نجيل صناعي، ويلعب في توقيت نهاري، فبالتالي فضل إنه يعني يكثف المنطقة بتاعت وسط الميدان، يعمل تمريرات قصيرة. شفنا سيطرة لعمرو السلية في وسط الميدان، محمد حمص وأحمد خيري وعمر جمال، ديل كانوا دائما بيكونوا قريبين من بعض ويعملوا تمريرات قصيرة. تركوا المساحات للمهاجم أنطون والمهاجم أحمد علي على الجانب الأيسر، فبالتالي استطاع يعني الإسماعيلي المصري إنه يتعامل مع المباراة كجزئيات، يعني ما كان في ارهاق بالنسبه يمكن ده كان واضح انه هو كان يعني بعامل الخبره الكبيره اللي انت ذكرتها بيقود المباراه بالقطعه، بيتعامل معها بجزئيات، ما بيبذل كل مجهوده، يترك للخرطوم مساحات في نصف الملعب الخاص به، لكن بيكون حذر جدا في نصف ملعبه ويرتد بصوره جيده حتى على الاطراف. شاهدنا حركه دؤوبه جدا، ويمكن حتى الهدف الوحيد اللي يحرز كان عن طريق الاطراف، كره عكسيه، يمكن تقابل المحترف بالراس، هدف في آخر اللحظات بالنسبة لل. طيب كابتن السادة، قد يكون مبرر حذر أبو عبيدة سليمان إنه يكثف العددية في وسط الملعب باعتبار إنه يقابل فريق كبير، حتى لو كان الدوري سليمان على ضوء ما ذكرت من ملاحظات في شوط المباراة الثاني، وبناء على بنك البدلاء الموجود لدى أبو عبيدة سليمان إذا كان من خيارات في تنشيط الأطراف كما تحدثت. أولا لابد إنه يدخل لاعب مهاجم صريح، بالإضافة يعني إلى عنكبة، بالإضافة إلى عنكبة، يدخل نصر الدين جوجو أو يدخل أمين إبراهيم، يعني دي اللاعبين عندهم إمكانيات هجومية مميزة. الحاجة الثانية لابد إنه يلعب عن طريق الأطراف، لابد إنه أدوار هجومية أكثر، يا إسماعيل صديق أو محمد مرسال، لكن الاثنين ما يتقدموا في توقيت واحد. ده مطلوب بشكل جيد. ولو كان أبو عبيد عنده جراءة أكبر ممكن يسحب أحد لاعبي المحور. تحدث عن ريتشارد